كتدور الأحداث ديال هاد القصة واللي هي قصة بطبيعة الحال حقيقية ومعقدة في سنة 1999 بالمدينة ديال بشعات، حيت كانت واحد العائلة كتعيش. كانت عائلة كتكون من الأب ومن الأم والابن. الابن اللي كيبلغ من العمر ديالو 24 سنة، بالإضافة لأختين صغيرتين كتراوح الأعمار ديالهم ما بين 12 و 16 عام. هاد العائلة كانت كتعيش واحد الحياة هادئة في أحد الدوابير اللي قراب للمدينة ديال بشعات، وكتعتمد على مصدر العيش ديالها على الفلاحة. ولكن واحد النهار وقعت هاد العائلة واحد الحالة ديال اختفاء الابن ديالهم، وما عرفوش فين اختفى ولا فين مشى. في شهر يوليو من تلك السنة 1993 تقدموا الوالدين ببلاغ لدى مصالح الدرك الملكي كيفيد باختفاء الابن ديالهم فجأة، وقالوا في المحضر بأن الابن ديالهم سرق لهم المبلغ ديال 13 مليون سنتين قبل ما يختفي على الأنظار. هذا التصريح خلى مصالح الدرك ما تتعاملش مع القضية على أنها مجرد حالة اختفاء وصافي، ولكن فتحوا تحقيق باعتبارها كتضمن شبهة سرقة. فاش الدرك الملكي بداو كيستجبوا العائلة، أكدوا لهم الوالدين بأن الابن ديالهم ما كانش عنده حتى شي مشاكل معهم ولا خلافات مع شي واحد، وما كانش مادين حتى شي شخص ولا كان كيتسالو زعما شي فلوس. ولكن هاد الابن ديالو في نفس الوقت ما كانش كيظهر عليه حتى شي سلوك بأنه كان كيخطط للفرار أو لا كيخطط للسرقة. هادشي جا بطبيعة الحال عن طريق شهادة الأب ديالو. الأب كان كيخدم مع الابن ديالو في الفلاحة وكان كيخلصو، كيعطي واحد مقابل العمل اللي كيقوم به. وفي خضم البحث ذكروا الوالدين أن الابن كان عنده واحد الصديق وحيد ومقرب. هذا الصديق هذا هو الابن ديال الخالة ديالو، يعني ولد خالته، كان كيسكن حداهم تقريبا قريب ليهم. الشرطة الدرك الملكي استدعاو هاد العائلة باش يستمعوا الأقوال ديالهم، وهاد الأخير صرح بأنه فعلا كان مقرب من الضحية، ولكن ما كانش عنده حتى شي معلومات فين مشى أو لا السبب ديال الاختفاء ديالو، باستثناء أنه سمع منه شحال من مرة بأنه كان بغى يحرق لإيطاليا. رغم هاد التصريحات الوالدين ديال الابن المختفي ذكروا بأن الابن ديالهم سبق ليه بأنه عبر أو لا كانت عنده نية باش يهاجر هجرة غير شرعية، ومع مرور الوقت ما ظهر حتى شي أثر الابن المختفي، وما كان حتى شي اتصال أو لا رسالة أو لا شي خبر كيأكد أنه فعلا هاجر. فرضيات متعددة طرحات، من بينها احتمال أنه يكون غرق في البحر فاش كان بغا يحاول يهاجر، ولكن ما كان عندنا حتى شي دليل. من بعد مرور سنتين تقريبا على الحادث، وقعت مفاجأة قلبت مجرى التحقيق. أحد أقرباء الزوجة ديال ابن خالة الضحية اللي كان طبيب وكيشتغل في مستشفى بن رشد زار العائلة ديالو في بشات، وهو كان كيدور قرب البيت بدا كيشوف أو لاحظ بقايا هيكل عظمي لحيوان دافق، ولكن بحكم أنه عنده خبرة طبية خلاته يميز بين العظام الحيوانية والعظام البشرية. فوسط ديك العظام المبعثرة لقى أن بعض العظام كتعود بوضوح الإنسان وما كانش عندها عظام كتعود للحيوان. هذا الطبيب مشى بلغ الشرطة وبلغ السلطات المختصة اللي حضروا لعين المكان وبداو كيحققوا تحقيق دقيق. تبين من خلال أن تلك العظام كتعود للإنسان، وبعد ما عثروا أيضا على أجزاء من جمجمة مهشمة. آثار ديال التكسير اللي كانت في العظام دلات على أن العظام ما تكسراتش عن طريق التحلل بشكل طبيعي، ولكن كان باين بأنها تعرضات للضرب أداة حادة وثقيلة. الدرك الملكي استدعوا سكان البيت المجاور لمكان العثور على العظام، وهو بالضبط البيت ديال ولد خالة داك الشاب المختفي اللي صرح هو والزوجة ديالو
بأن ربما الكلاب تقدر تكون نبشات شي قبر اللي كان قريب ليهم وجلبات ديك العظام للجوار المنزل ديالهم، ولكن الحجة ديالهم ما صمدارش بزاف، خاصة بعد تأكيد حادث المقبرة أن الكلاب ما كتقدرش تسلل السور ديال المقبرة اللي كان عالي بزاف وكانت شديدة الحراسة. مع تزايد الشبهات رجعت السلطات إلى ملف البحث اللي تفتح في سنة 1993 حول اختفاء الشاب، وهنا تم أخذ عينة من الدم ديال الوالد اللي كان صرح باختفاء الابن ديالو وزرعوا عليه تحليل ديال الحمض النووي واللي أكد بشكل قاطع أن تلك العظام كترجع للابن ديالو المختفي فعلا. وبالمواجهة ديال ابن خالة ديالو بهذه الأدلة نهار واعترف بارتكابه الجريمة بالمساعدة ديال الزوجة ديالو، وقال في الاعترافات ديالو أنه كان كيعاني من أزمة مالية واستغل الثقة ديال ولد خالو اللي كان بغى يحرق وقنعه بأن عنده شي واحد قريب غادي يتوسط ليه ويهجروا مقابل مبلغ مالي. وفي الفجر ديال تلك الأيام حضر الضحية للبيت الجاني وجاب معاه 12 مليون اللي كان هز الوالد ديالو، ولكن ولد خالته مباشرة ضربوا بواحد الضربة للراس بأداة ثقيلة وقتلوا، ومباشرة مشى دفنو قرب البيت ديالو. وكان ذكي وكان بغى يحاول انه يخلط العظام ديال هذاك الابن اللي توفى مع عظام ديال حيوان عادي. الزوجة حتى هي اعترفت بدورها بالمشاركة في التخطيط والتستر على الجريمة، وهنا اغلق الملف القضية لحيرة الجميع أكثر من سنتين، وتحولات من مجرد بلاغ اختفاء إلى جريمة قتل مكتملة الأركان تم كشفها بفضل الصدفة ضمير طبيب زائر.